السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشامي الصغير اللي هو مشهور قوي بيه ان احنا بناكل فيه طعمية وعليها جرجير كده وشريحة طماطم. فانا قلت بصراحة العيش ده مش بيبقى دايما متواجد في المحلات، فقلت انا هعمله في البيت وعلى الطاسة. بصوا حبايبي، مج الشاي ده موجود عندنا في كل بيت. دول كانوا 4 كوبايات دقيق، تمام، وذرة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج، لا سوري، معلقة كبيرة لبن بودرة، ومحطوط ومعلقة كبيرة خميرة فورية، تمام. بصوا يا جماعة، انا نزلت بمجين مية، بس خلي بالك الدقيق من مكان لمكان بيختلف. انا الدقيق ده معايا على فكرة المية دي، يعني انا فضلت ازود في الدقيق وانا بعجن لحد ما ايدي ما بقتش بتلزق. فعشان تبقي فاهمة، العيش افضلي حطي فيه دقيق معلقة معلقة لحد ايدك ما تلزقش معاه. ونزلت هنا بمجين المية ومعلقة خميرة فورية ومعلقتين سكر. عايزة اللقمة بتاعتك تبقى مسكرة زودي سكر على فكرة. وفي بولة تانية نزلت بال4 كوبايات دقيق وعليهم ذرة الملح وعليهم اللبن البودر. اللبن البودر ده اختياري، انت ممكن تستبدلي المية دي بلبن على فكرة، بس مش بيبقى حلو مع طعم الطعمية على فكرة. لو عايزة تاكليه كده زي قرص اوكي، تمام يا حبايبي. وهنزل بقى وهعجنهم عادي. ادي دلوقتي المعلقة اللبن البودر هي كانت متواجدة عندي، لو مش متواجدة عندك ما تحطيش، وهتعجنيه عادي. وقلت زي ما قلت لك باكد عليكي لتاني مره، انت بتحطي الدقيق لحد العجينه ما بتبقاش حتى بتلزق في ايديكي، وبتسيبيها تخمر. واحنا طبعا فتره الصيف العيش بيختمر مننا بسرعه. العيش ده ال4 كوبايات دقيق دول طلعوا مني حوالي 40 رغيف على فكره، لان قطعته حتت صغيره. لو انت هتعمليه عيش شامي هيبقى عدد الارغفه عندك اقل من كده، تمام يا حبايبي. قطعته وسبته بعد ما اختمر، قطعته وسبته يرتاح 10 دقايق، فردت العيش ده كله وسبت العيش برضو يرتاح 10 دقايق. وابتديت ان انا حطيته على الطاسه، حطيت اول رغيف انا فردته، تمام. انت لو عجنتي اللي انا دي كان عندي فيه مشكله، لو انت عجنتيه وما لزقش في ايديكي مش هتحتاجي ان انت تحطي له دقيق كتير، تمام. بصوا انا حطيته على طاسه، انت لو عندك طاسه ألمونيوم هيكون احسن او جرانيت، وان شاء الله يعجبك.